مستحيل ده يكون حقيقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الطلاق الآية 12: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ولما تسأل الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن تفسير الآية دي ضحك، وبعدين قال للي سأله: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. وده من عظمة الآية وإن الناس مش هتستوعب معناها أصلا. ولما الناس أصرت إنه يفسر الآية قال: 7 أراضين في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وعيسى كعيسى. يعني كل أرض فيها حياة موازية للحياة اللي موجودة على الأرض بتاعتنا. ولو ما تعرفش مين هو سيدنا عبد الله بن عباس، فهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد دعاله وقال له: اللهم فقهه في الدين. وكان أكثر الصحابة علما بالقرآن وتفسيره، وتسمى بحبر هذه الأمة. وفي الفترة اللي فاتت ظهر في الأوساط العلمية نظرية بتقول إن ممكن يكون في أكوان أو أبعاد موازية موجود فيها نسخ من كل حاجة في حياتنا ونسخ مننا إحنا شخصيا. والنظرية دي بتستخدم حاليا في أفلام الخيال العلمي زي أفلام مارفل. أنا عارف إن الكلام اللي بقوله ده ما يتصدقش، لكن لما بحثت وقريت عنه قلت لازم أشارككم وأعرف رأيكم فيه. وهل ممكن يكون فعلا حقيقة؟ لايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.